السلام عليكم، كيش راكم حبيباتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل بكم لاباس ومهنيين صحتكم لاباس. اليوم حبيت نشارك معكم حلوة الصابلي اللي ما تخطاش اي عيد كامل بينا. في العيد لازم نزينوا الطابلة ديالنا بالحلوة الصابلي. اليوم جبت لكم وصفة ناجحة مليون بالمئة. تقطع لكم كمية ما شاء الله، وكذلك يعني كما راكم تشوفوا هنايا في الصورة الحجم ديالها ما يتغيرش. تجي الحبة قد خدها. نتمنىكم حبيباتي كامل بكم تجربوا هذه الوصفة وتنجح معكم. ما تنساوش حبيباتي تبداو لي لا فيديو بالجيم هكا باش تشجعوني. واذا كنتي حبيبتي اول مره تشوفي القناه نقول لك ما تسترديش باش تشتركي وتفعلي زر الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. ودوكا نروحوا للمقادير على بركه الله. بسم الله. هنايا انا استعملت 500 غرام تاع الزبده. نتوما حبيباتي تقدروا تقسموا هاد العبار وديروا غير 250 غرام تاع الزبده. انا هنايا كنت محتاجه كميه كبيره. واحتاجيت 2 كيسان تاع سكر كلاصي، وكذلك درت رشه تاع الملح. لازم رشه تاع الملح لتعديل الذوق. هنايا نخلطوا المكونات مليح مع بعضياتهم حتى هاد الخليط ديالنا يولي متجانس. ودوكا بعد ما الخليط ديالي ولا لي متجانس راح نضيف عليها 2 حبات تاع البيض. لازم هنا يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. وماذا بكم حبيباتي كي تضيفوا اي مكون خلطوا المكونات ديالكم مليح حتى يولي هذاك الخليط متجانس. انا نقعد ندخل هذاك البيض مليح مليح مع الزبدة حتى تولي لي الخليط تاعنا متجانس، وراح نزيد نضيف المكونات الباقيين. هنايا بعد ما الخليط ديالنا ولا لنا متجانس ولا هذاك الخليط كريمي، راح نضيفو عليه هنايا 2 كيسان تاع مايزينا كما راكم تشوفوا هنا في الصوره. وتاني راح ندخلو هذيك المايزينا مليح مليح مع الخليط حتى يولي هذاك الخليط متجانس. دوكا حبيباتي بعد ما الخليط ديالنا ولا متجانس راح نضيف عليه هنا كما راكم تشوفون نص مغرفة صغيرة تاع خميرة الحلويات. ننصحكم ديروا غير هاد الكمية باش الحلوة تاعكم تقعد محافظة لكم على الحجم ديالها. وهنايا نجيبوا الفرينة ونقعدوا نطموا العجينة تاعنا حتى تنضم لنا. لازم العجينة تاع الصابلي حبيباتي ما تجيش قاصحة وما تجيش طرية بالبزاف باش ما يتخسرش الشكل ديالها بعد ما نطيبوها. الا كانت قاصحة يعني الشكل ديالها يجي سوا سوا، يعني ما يكبر ما يصغر مي راح تجيكم يعني قاصحة هذيك الحلوة ما تجيكمش طرية. وإلا كانت العجينة طرية يعني الحلوة ديالكم راح يتغير الشكل ديالها. هنايا نقول لكم دائما واليد تعجنوا بها ماشي هي اللي تشوفوا بها العجين ديالكم. دائما شوفوا العجين ديالكم اسكو راه نيشان ولا ماهوش نيشان باليد الاخرى. انايا ديريكتوم من بعد ما عجنت العجينه تاعي رحت نحلها بالحلال. هنايا حبيباتي انا درت يعني جلد على سطح العمل، ومن بعد زدت فوقها جلد وحليتها بالحلال. وطبعتها بالشكل اللي يكون عندك يعني بالطابع اللي يكون عندك، كل وحده دير الطابع اللي يناسبها. انا حليتها آه، ما هي غليظه ما هي رقيقه، يعني وكاين اللي تحب الحلوه غليظه نقول لك غلطيها، واللي تحبها موين ديرها موين. انا نحب الحلوه نتاعي تكون موين، ما نحبهاش تكون رقيقه باسكو اللي تكون رقيقه تنحرق واللي تكون غليظه تجي ما تعجبنيش. انا تعجبني هكا تكون موين. انا فت عليها كامل بهذا الطابع تاع الورده تاع زمان. في الولا فت عليهم هكا درتهم وريضات نورمال، والتانيين درتهم وريضات ودرت فيهم فقره في الوسط باش من بعد نعمرها بالمعجون. وهنا يا حبيباتي الطريقة تاع الطياب ديالهم. ديروا الفرن ديالكم يسخن على درجة الحرارة 180. بعد ما يسخن لكم مليح دخلوا هذيك الحلوة ديالكم الطيب فيه، طيبوها من التحت ومن بعد شعلوا لها من الفوق باش تاخذ لكم هذاك اللون الذهبي. ما تخلوهاش تحمر لكم بزاف وما تخلوهاش يعني بيضة. انا يا حبيبتي دخلتهم يطيبوا لي هاد الوريضات نتاعي، وهنايا راهم طابوا لي. شوفوا كيفاش جا الشكل ديالهم، يعني جاو ما شاء الله جاو حميمرين. ما هم محروقين ما هم يعني بويض، جاو ما شاء الله. وشوفوا لي هنايا الحبة كل وحدة قد خدها، جا الشكل ديالهم كامل قد. كنت درت الشكل تاع الوريضات ودرت الشكل تاع النجيمات. يعني هو الشكل يبقى اختياري، كل وحده دير الشكل اللي عجبها هي. مي ننصحكم حبيباتي بهاد العجينه تاع الصابلي اللي ما يتبدل الشكل ديالها ما حتى حاجه، مليحه بالبزاف وناجحه مليون بالمئه. نتمنىكم كامل بكم تجربوها وتعطيوني الراي ديالكم في التعاليق.
وأنا يا حبيبتي رحت للطريقة تاع التزيين ديالها، وأنا التزيين يبقى اختياري، كاين اللي يحبوا الشيكولا وكاين اللي يحبوا المعجون. أنا درتها لكم هنايا بالذوق تاع الزمان. هنايا لقيت الحبات مع بعضياتهم بالمعجون تاع المشماش. كما تعرفوا من زمان كنا نديرو المعجون تاع المشماش، عليها درت لكم المعجون تاع المشماش. وهنايا في الأطراف دهنت لها داك المعجون، ومن من بعد فوت عليها شوية تاع نواه كوكو، ومن بعد في هذاك الفراغ درت شوية تاع المعجون أو الكوفيتير. يعني الطريقة تاع التزيين ديالها جد سهلة وبسيطة. وكاين اللي يحبوا يعني يديروا لها سكر كلاصي من الفوق. كل واحد يبقى لكم التزيين اختياري، كل وحدة دير الحاجة اللي تعجبها. نتمنى هاد الوصفة تكون نالت الإعجاب ديالكم. إذا عجبتكم ما تنساوش تخليو لي جيم، وإذا كنتي حبيبتي أول مرة تشوفي القناة نقولك ما ترديش باش تشتركي وتفعلي زر الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. الوصفة تاعنا اليوم تاع اليوم هذه هي الصابلي. إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم. ودوكا حبيباتي نقولكم نضربكم موعد عن قريب إن شاء الله، ومع السلامة.